يا عيني يا عيني على الكشك هيك بهالبردات، هيك مع فجل وبصل، تفتوا خبز معهم وتاكلوا. يا عين يا عين ويا سلام. شوفي مرقتهم، شوفي أحلاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع متابعيني. اليوم جايتكم بأكلة هي الكشك البودرة. أنا منزلت لكم طريقتها بالعدس، بالزيت، بالخضروات. واليوم بدنا مثل ما شايفين المكونات بدنا ننزلها باللحمة والبصل الجوانح والبطاطا. هي أكلة شتوية، نحن بنسميها كشك غماس. ما بعرف انتو شو بتسموها ببلادكم، كل واحد يكتب لي بالتعليقات شو بنسميها. وهلأ نحن مع بعضنا بدنا نساويها خطوة خطوة مع بعض. هلأ أول مكون هو السمنة. هي بتحتاج سمنة مو زيت، مثل ما شايفينها بتحتاج سمنة. نحن ما بنحمي السمنة، دايما أنا بقول ما بنحمي السمنة على الآخر، بندوبها شوي وبنرجع لكم. هلا بعد ما دوبنا السمنه، هلا هون عندنا 3 بصلات لهي الكميه. هلا بقول لكم قد ايه الكميه. وحطينا 50 جرام سمنه وثلاث بصلات، واللحمه حسب الرغبه. هلا مثل ما هن كلهم بننزلهم وبنبلش ننزلهم مع البصله. انا بحب نزل اللحمه والبصل مع بعض لانه مشان ما تضل، لانه هي جوانح مشان ما تعطينا القرشه في الاكله. هلا رح اعملهم شوي وحط لهم الفلفل. هي الاكله ما بتحتاج الا ملح وفلفل بس فقط. هلا نحن بعد ما فرفدنا اللحمه مع البصله حطينا لهم الفلفل والملح حسب الرغبه ما بتحبوا انتو. هلا نوصت الغاز على الاخير وبدي غطيهم واتركهم شوي لحتى يتقلبوا مع البصل وبنرجع لكم. هلا بعد ما قلبنا اللحمه والبصل مع بعضهم والبصل استوت نص استوى، هلا صار دور البطاطا. انا هون فارمه البطاطا مكعبات مثل ما لكم شايفين، ونقعتهم كنت بالمي مشان ما يسودوا. وهلا صفيتهم من المي وبدي احطهم مع اللحمه والبصل وارجع اقلبهم وحط لهم شويه ملح، لانه البطاطا بتطلع حلوه مو طيبه اذا ما حطينا لها ملح، بتغب لانه بطاطا. هلا من على نفس درجة الحرارة بنرجع بنغطيهم وبنتركهم ليستوي البطاطا نص استوى كمان، ونرجع لكم إذا الله راد. هي غطيناهم. هلا بنرجع بنعمل تحريكة ناعمة شوي للبطاطا مشان ما تلزق بالطنجرة ومشان كلها تستوي مثل بعضها. بس حابة لكم معلومة، هلا انتو البطاطا يعني في ناس ما بتتقيد فيها. بصل الجوانح بتحبوها اقل، بتحبوها ناعمة، بتحبوها اكتر، انتو حرين يعني. بس هي طيابتها بهيك تكون البصل من جوانح ويكون مع مكعبات بطاطا كمان. اذا انتو ما بتحبوا تحطوا مع بطاطا كمان هذا شيء تاني، بس انا بعطيكم الشيء اللي بيكون عن جد طيب يعني، وانتو بترجع لرأيكم وشو بتحبوا تطبخوا. هلا بس نحسهم انه استووا شوي يعني نص استوى، بدنا نحط المكون ما هو الاساسي الكشك، كشك البودرة. انا هون حطيت الكشك بعد ما استوت البطاطا نص استوى، وبلشت قلبهم حمصهم على اللحمة والبصل والبطاطا.
مشان هيك ما يعملوا تكتلات معنا، وبصير طعمة المرقة طيبة إذا كانت الكشك شوي محمصة. بس طبعا بدك تضلوا بتحريك مستمر لأنه مشان ما تلدع معكم الكشك، لأنه الكشك ناشف. إذا تركتوه بده يلدع معكم بسرعة. بدنا نضل هيك نحرك شوي بس تشموا ريحته إنه هو صار ريحة الكشك إنه محمصة. منعود نبلش نحط المي. هلا علينا النار وبلشت حط لهم المي، وانا عم حط المي بلش حرك فيهم مشان ما يكتل معنا مثل ما شايفين. بس ونار عالية لازم تكون. شايفين ما احلاهم تفرفدوا. هلا هون تقريبا حطيت لهم لتر، وهلا بدي احط لهم بس لفرفدهم بدي احط لهم لتر تاني، ونحن بنشوفهم قديش بدنا كمية المي ان شاء الله. انا هون رجعت حطيت لهم 3 لتورة غير اللتر، يعني هون احتاج النص كيلو الكشك 4 لتورة من المي. وضليت عم حركهم بتحريك مستمر حتى ما يلزقوا، لانه الكشك برسي لتحت. المكونات كلها اللي حاططها مو بس الكشك، وبصيروا يلزقوا، بصير طعمتهم مو طيبة. دقة بنضل عم نحركهم لحتى تغلي معنا الكشك. بعدين بنتركهم طبعا على نار عالية، بنتركهم لحتى يعقد معنا الكشك، وبنشوفكم ان شاء الله بهي المرحلة. هلا مثل ما شايفين انا بلش عندي الكشك بعد تحريك مستمر يغلي. وهلا بدنا نتركه، بس طبعا بدكم تنتبهوا لانه احيانا الكشك بفور، يعني هيك تحسيه انه مثل الحليب بفور. بدكم تنتبهوا بس تحسوا بده يفور بتنوصوا شوي لحتى يعني ترقد النار تحته. بعدين بترجعوا بتعلوه لحتى تشبك معكم الكشك، ونشوفكم ان شاء الله. حابة اورجيكم انه طبختنا انتهت لليوم، وحابة اورجيكم اياها شلون هي الكشك معقد. شايفين ما احلاها، والبطاطا والبصل كله مستوي. وهلا يا عين هيك كشك مع خبز، نحط معه خبز شايفينها، وبناكل هيك مع البصل الاخضر. وان شاء الله الف صحة على اللي بده ياكل واللي بده يشوف. وهلا بقلكم لا تنسونا من الشير واللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الاشتراك ليوصلكم كل شيء جديد. والى اللقاء بفيديوهات جديدة باذن الله. سلام.